يا هلا يا هلا، رحمة الله خير، الله يحييهم. ايش رايك بدخول الشمس؟ على مقولة البارح: أنت لا تعلم كم كلفني هذا الهدوء. مقولة عميقة فعلا. الهدوء مكلف والراحة مكلفة، حتى الوصول للقناعات المريحة مكلف ومتعب، وما في راحة تشوفها إلا وراها تعب ما شفته. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. والشاعر الآخر يقول: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. ما يمكن ترتاح إلا بعد تعب وشيء من الصبر وشيء من التغاضي وشيء من الذل، لأن التعلم والغربة والخدمة ومداراة الناس كلها شذرات من الذل، لكنها تؤدي إلى جبال من الطمأنينة والراحة والاستغناء. فلا بد ما تصبر على كظمة الغل اللي تحسس ما تعدى محله. ما فيه عز إلا هو سابقه ذل، العز يولد من بطون المذل.